السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد. النهارده هعمل لكم بصي العيش السوداني. ماشي. دلوقتي هنجيب كيلو دقيق، وهنا دي الكوبايه ده ماشيين نص كيلو ميه. هنا هنيجي حاطين حبه ملح في القعر بتاع الطبق، وهنحط كوبايه سكر صغنطوطه اللي انتوا شايفينها دي معلقتين كبار سكر. ماشي، بسم الله. وهنجيب هنا بجنيه خميره، كيس الخميره ده بجنيه. بسم الله. هنقلبه بس شويه كده، هنزوغه في الدقيق شويه. بسم الله. ايوه، زوغيه حلو يا ام احمد، ايوه كده. بسم الله. هنا عاد هنجيب كيس اللبن البودره. بسم الله. عاوزه تقلل السكر شويه قلليه، ماشي، حط معلقه واحده بس كبيره. معلش يا جماعه، منا عايزه حبه لبن بودره، اديتها حبه. بسم الله، عشان هي ما تحبه بصراحه، ما تحب اللبن اللي هو الجيف ده. بص الزيت هويته هما معلقتين برضو كبار، لان الكوبايه دي صغنطوطه قوي مش هنمشي الحاجه. بسم الله. هندوبهم كده ببعض كويس. بسم الله. بصراحه يا جماعه العيش ده طعمه تحفه 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 بصراحه، يعني بدل ما نجيب فينو ومش عارفه ايه والكلام ده، لا، نعمل العيش ده في البيت احلى. بسم الله. كده هنقلب واحده واحده. عاوزين ان شاء الله العجينه بتاعته زي ما انتم هتشوفوها كده، لازم تعملوها زي انا ما عاملاها، ولا تبقى ناشفه قوي وهتبقى طريه. يعني مش هقولك ما تبقاش طريه قوي، لا هتبقى طريه. يعني شوف، انا حطيت الميه دي نص الكيلو وعوز حبه ميه تاني. بسم الله. كده هقلب فيها زي انتم ما شايفين كده. اهم حاجه ملكاها حلو كده بايدك، شايفين؟ اها. وهنزود ميه تاني وهنقعد نضرب فيها شويه كده. بسم الله. بصراحه يا جماعه شايفينها ازاي العيش؟ اها، شايفين العجينه لازم تبقى ازاي معاكي؟ اها، ادي القوام بتاعها قدامك. هنسيبها عاد تختمر وهنشوفها مع بعض لما تقوم. ماشي كده، هي اختمرت. ماشي. هنجيب على الصينيتين هندهنهم زيت. خلاص، وهنخلي حبة زيت جنبينا. كل ما هنقطع قطعة كل هنقطعهم ونسيبهم نركنهم، هنقطع التاني ونسيبهم نركنهم، وبعد كده هنبدأ نبططهم واحدة واحدة. شايفين اها؟ عندك جبنة نوتيلا، عندك معلاش شوكولاتة نوتيلا، عندك جبنة لانشون. هتحط اللانشونية كده من فوق العيش ده اللي انا هعمله، وفوقها واحدة تاني. عاوزة تفتحها كده بالسكينة، افتحها وحطها برضو في النص. يعني الله اكبر عليها بصراحة يا جماعة، الطعم مش عارفة اقول لكم ازاي، فوق الخيال بصراحة يعني. بسم الله. اديني قطعت دول، هويتي سهله وبسيطه وسريعه ومش تاخد منك اي وقت. شايفين انا هبطها ازاي؟ زي انتوا ما شايفينها، شايفين اها كده. ادي التانية. يعني انا قطعت ادي واحده وقطعت ديكي، ركنت ديكي، يعني دي قطعتها في الاول، وعقبال ما قطعت ديكي كانت العجينه بصي ساحت معايا شويه. اديني هويتي، شايفين؟ زي انتوا هبطتها نفس البطه دي، ما تبطتهاش اكتر من كده. ماشي. بسم الله. وانت كده قاعدة في الصالة وانت واقفة في المطبخ هتعملوهم. مش انا دلوقتي والله العظيم يا جماعة انا عملتهم الساعة 10 بالليل، قبلت الساعة 11 كنت خلصتهم ساعة فقط لا غير. اهو هبطت كله زي انتم ما شايفين، وهنرجع مع بعض. اها. اهم حاجة تدهن ايديك زيت بس كده، حبة بسيطة مش كتير. والصينية برضه تدهنها بسيط برضه مش كتير. بسم الله. واول ما تطلعها من الفرن، شايفين انا هويت عقبال ما خلصت دي وخلصت دي، كانوا شايفينها عميته جوه. خلاص هحط معاك في الفرن على طول. بص يا جماعه، اول ما الفرن ما يسخن تحطيهم، مش هياخدوا منك هي الواحده 10 دقايق في الفرن. ايه رايكم في شكل العشو وجماله؟ اهوت الواحد يحط الفينيه كده، وواحده معلش اللانشونيه الجبنيه، وهتيجي حاطين فوقها واحده تاني، وتيجي مكلينه. عاوزه تفتحيه زي كده، لو فتحتيه بالسكينه هيبقى احسن لك برضو، وهتحطي وسطها وتاكل تكليب الشاي، تكليب اي حاجه انت عاوزاه. والله يا جماعه بص، ما خدش معايا وقت خالص. يلا السلام عليكم.